عمليات التصحيح وجفاف العين. اللي عنده جفاف في العين لازم يتعالج منه قبل ما يعمل عملية تصحيح، لأن جفاف العين ممكن يأثر على قرايات القرنية، يديني مقاسات مختلفة، ده كله يأثر على العملية بتاعتي. فببتدي إن أنا أتعالج من جفاف العين الأول، بعدين أفكر إن أنا أعمل عملية. طيب ليه يفضل إن أنا هعمل فيمتو سمايل مش هعمل ليزك وأنا عندي جفاف في العين؟ في الليزك التقليدي او في الفيمتو ليزك انا برفع طبقه من القرنيه، فبقطع الاعصاب الطرفيه اللي بتكون مسؤوله عن افراز الدموع في العين، فبتبتدي بتعمل لي جفاف في العين. على خلاف الفيمتو سمايل ما بيبقاش فيه قطع في اول طبقه من القرنيه، فما باجيش ناحيه الاعصاب دي، فطبعا بيكون افضل بكتير. في الليزك انا بعمل قطع في اول طبقه من القرنيه، فبقطع الاعصاب المسؤوله عن افراز الدموع في العين. الاعصاب دي عشان تلتئم تاني والجرح يلتئم بتاخد فتره من حوالي 2 ل6 شهور. في الفتره دي الجفاف بيزيد، فما ينفعش حد عنده جفاف واعمل له ليزك. السلام عليكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانيه.